السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده معانا درس جديد ومعانا فكرة جديدة. النهارده يا جماعة هنعمل ديكور بالمثلث حضراتكم شايفينه ده، فكرة جميلة بسيطة. نشتغل على أرضية النبيتي زي ما حضراتكم شايفين. الأرضية دي لونها نبيتي، بس اللي أنا شغال بيه اسمه 3 سبعات، باكين 3 سبعات نبيتي جاهز. هنشوف ازاي هنطلع الصنبة بتاعتنا دي من الكرتون دي، ازاي نشتغل بيها الأول. طبعا معانا يا جماعة قطعة الكرتون زي ما حضراتكم شايفين دي 20 سم في 20 سم، تمام؟ 20 سم تمام كده 20 سم. هنبدا طبعا يا جماعه هنقيس الضلع بتاعنا ده 20 سم عند المنتصف بالظبط ال 10 سم. هنعمل عليها الناحيه الثانيه نفس الحكايه، هنبدا نقيس عند ال 10 سم بالظبط، تمام؟ وهنعمل عليها. الخطوه اللي جايه نوصل العلامات بتاعتنا ببعضيها باستخدام المسطره، تمام؟ الخطوه اللي جايه هنقيس بالظبط من فوق، تمام؟ من بدايه المربع بتاعنا 2.5 سم بالظبط عند النقطه دي، 2.5 سم، تمام؟ عند النقطه دي. الخطوه اللي جايه نوصل النقطه دي كده بدايه الضلع، نفس الحكايه الناحيه الثانيه كده يا جماعه. حصلنا على مثلث متساوي الساقين، متساوي الاضلاع، عفوا، كل ضلع مساوي للثاني، كل ضلع 10 سم. هنبدا الخطوه اللي جايه هنقيس نص الضلع بتاعنا، كل ضلع 20 سم يا جماعه، وهنعلم عند ال 10 سم، تمام؟ الناحيه الثانيه نفس الحكايه، هنبدا نقيس ونعلم عند ال 10 سم، ال 10 سم اللي هي نص الضلع بتاعنا. الناحيه اللي تحت دي متعلمه طبعا لوحدها زي ما انتم شايفين. هنبدا نوصل الناحيه دي بنهايه الضلع ده، الناحيه الثانيه نفس الحكايه زي ما حضراتكم شايفين. هنبدا نقيس يا جماعه من الضلع اللي احنا عملناه ده، الخط اللي احنا عملناه 2 سم، تمام؟ عند ال 2 سم بالظبط، وهنعمل على الناحيه الثانيه نفس الحكايه عند ال 2 سم، وهنعمل على من تحت نفس الحكايه عند ال 2 سم، وهنعمل على من ال 2 سم اللي قسناها هنبدا نوصل بالطريقه دي، تمام؟ نفس الحكايه تمام. بعد ما وصلنا الشكل بتاعنا يا جماعه نحصل على الشكل اللي اشتغل بيه، الشكل ده هنبدا نفرغه. طبعا الشكل اللي احنا عايزينه يا جماعه هو الشكل ده زي ما انتم شايفين، تمام؟ انا هحاول احدد لحضراتكم بلون مختلف، تمام؟ ده الشكل اللي احنا عايزينه اللي احنا نشتغل بيه، تمام؟ هنفرغ المساحات الزوايد ويطلع معانا الشكل ده، تمام؟ هنشوف هنشتغل بيه ازاي بالسبراي. طبعا يا جماعه بعد ما طلعنا الشكل بتاعنا هنشرح لكم ازاي هنشتغل بيه على الجدار بتاعنا. انا هشتغل طبعا النهارده بالسبراي الابيض، لكن ممكن تقدر تشتغل باللون اللي حضرتك عايزه حسب لون الجدار بتاعك حسب الرغبه يعني. هنبدا نثبت الاسطمبه بتاعتنا بالشكل ده في اي مكان في الجنب، هنظلم من كل النواحي، تمام كده. التاني يا جماعه طبعا هنبدا كده، تمام؟ نثبت الاسطمبه بتاعتنا بنفس الشكل ده، تمام؟ التالتة هنبدأ كده، نفس الحكاية هنمشي زي دايرة كده يعني، تمام؟ تمام كده. نلاحظ ان الاسطمبه بتاعتنا هتعمل شكل سداسي في منتصف الشكل بتاعنا. ونبدا نكمل كل الاشكال بتاعتنا بنفس النمط اللي اشتغلنا بيه.
ده يا جماعه شكلنا بتاع الفيديو بتاعنا والصنبه بتاعتنا، شكل جميل 3 دي تمام، سهل التنفيذ. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناه ما اشتركتوش، تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، ونشوف حلقه خير ان شاء الله في دروس قادمه وافكار قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.